قبل ما نسمع كابتن حسام غالي وكابتن سيد عبد الحفيظ، أحب أن أوجه لكم كلمتين. ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل بقاع الأرض بالخير والسرور، دائما مسرورين مسعودين إلى قبر الرسول زائرين. دعمونا باللايك والشير واشتركوا في القناة، ربنا يبارك فيكم ويرزقكم الخير. طبعا كلنا شفنا مباراة الأهلي أمس أو فجرا بين انتر ميامي الامريكي، ولكن النادي الاهلي لم يستغل الفرص الضائعة اللي كان من الممكن ان الاهلي يطلع كسبان هذه المباراة 4-0 او 4-1 اقل شيء، ولكن الرعونة في التسديد وضياع الفرص تلو الاخرى كانت هي العقم الاساسي في فريق النادي الاهلي. واصرار وتعمد محمود تريزيجيه ان هو اللي يشوط ضربة الجزاء. المفروض رقم واحد اللي يشوط ضربة الجزاء هو وسام أبو علي، والتاني كان المفروض اللي يشوط زيزو، ولكن محمود تريزيجيه اتغر شوية، وبصفته انه تاني كابتن في الفريق او الكابتن حاليا دلوقتي مش عارف ايه النظام، صمم على شوط الكرة وضياع ضربة الجزاء. وممكن تكون ضربة الجزاء دي هي السبب الرئيسي في خروج النادي الأهلي من الأدوار التمهيدية، وكانت فرصة ان الاهلي يحصل على 3 نقاط ينفعوه في الدور الثاني او الصعود للدور الثاني، ولكن تصميم محمود تريزيجيه وغروره على انه هو اللي يشوط ضربة الجزاء. وكانت الدخلة يا جماعة والله العظيم، الدخلة اللي دخل بيها ما يدخلها لاعب لسه ناشئ قاعد يجري وبعدين رجع لورا سنه وهو بيديها الوقت في نص الجون، بيديها لحارس المرمى في نص الجون. هو اتخض، وبعد ما ضيع ضربة الجزاء ما عطاش للفريق ولا الهوى خلاص، والفريق كله اصلا نفسه اتصدت. والطمع الكبرى خروج امام عاشور طبعا مصاب، وطبعا امام عاشور عنده كسر في التركوه وممكن هيقعد من 4 إلى 5-6 شهور الإصابة. يعني النادي الأهلي يعني النادي الأهلي فقد عنصر أساسي مهم جدا بيكون سبب الفوز دائما للنادي الأهلي. ولكن تعالوا مع بعض نسمع كابتن حسام غالي وكابتن سيد عبد الحفيظ مع إبراهيم فايق بعد الماتش مباشرة. علق الكابتن حسام غالي وقال إيه؟